شاء الله هو نركز طبعا في الكلام علشان الاجابه هتبقى في الكلام. السؤال بيقول: في اي عام ولد علي باشا مبارك؟ باشا مبارك. ولد علي مبارك في قرية الوجبال الجديدة والتابعة لمركز بنية النصر حاليا سنة 1823، ونشأ في أسرة كريمة، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ودفعه ذكاؤه الحاد ورغبته العارمة بالتعلم إلى الخروج من بلدته ليلتحق بمدرسة جهادية بالقصر العيني سنة 1835 وهو في 12 من عمره. وكانت المدرسة داخلية يحكمها النظام العسكري الصارم. وبعد عام كلية مدرسة الجهادية من القصر العيني، واختصت مدرسة الطب بهذا المكان، وانتقل علي مبارك مع زملائه إلى المدرسة التجهيزية بأبي زعبل، وكان نظام التعليم بها أحسن حالا وأكثر تقدما من مدرسة القصر العيني. وبعد أن أمضى فيها 3 سنوات اختير مع مجموعة من المتفوقين للالتحاق بمدرسة المهندس خانة في بولاق سنة 1839. ومكث علي مبارك في المدرسة 5 سنوات درس في أثنائها الجبر والهندسة والطبيعة والكيمياء والمعادن والجيولوجيا والميكانيكا والديناميكا والفلك ومساحة الأراضي وغيرها، حتى تخرج فيها سنة 1844 بتفوق، إذ كان أول دفعته باستمرار. مأمور باشا ما بيقابلش حد من غير مواعيد. يا فندم انا مش هاخد من وقت عظمته غير 2 بس، دي مسألة مصيرية. ولو طيب بقول لك ايه، اطلع بلغه ان عبد العال عاوز يقابله، هو عارفني، انا كنت بساعده في الانتخابات. ومين معاك بره؟ ده ابني عبده داخل الابتدائية السنة دي، وكنا جايين علشان خلاص انا هبلغ مأمور باشا. شكرا يا فندم. عبده، انت يا ولد يا عبده، تعال هنا يا ولد. ولد قليل الادب ما بيسمعش الكلام. مالك يا حبيبي، خايف ليه؟ ما تخافش، اقف عدل يا ولد. ايوه كده، وافرد سحنتك. ايوه كده، شايف وشك بشوش ازاي؟ احنا هنا عند مأمور باشا. يا ولد قلت لك 100 مرة ما تلفش في القميص هيتوسخ، لف في المنديل. ايوه كده، مفيش فايدة برضه بتلف في القميص. احنا هنا عند مأمور باشا وجايين عشان يتوسط لنا في موضوع المجانية.
يا ولد افرد سهلتك. ايوه كده، عظيم عظيم. مش عارف بقول لك ايه يا عبدو، عاوزك اول حفظت يا عبدو اللي انا علمته لك النشيد اللي قلت لك عليه؟ نسيت؟ ما انا طول السكه عمال احفظه لك امبارح. الله. ها قول ورايا. يا رب البر والتقوى، يا رب البر والتقوى، انت مأمور ونحن لك اسرى. انت مخبور. ولد مخبور ليه هتودينا في داهيه؟ يا رب البر والتقوى، يا رب البر والتقوى، انت مأمور ونحن لك اسرى. انت بربور واحنا. بربور؟ برضه بتفكر في البربور يا ولد؟ هتودينا في داهيه. سهله جدا يا عبدو، هتقولها كده بمنتهى البساطه. يا رب البر والتقوى انت مأمور ونحن لك اسرى. ايوه كده، برافو عليك. واثبت سهلتك. ايوه كده. واول ما تشوف مأمور باشا داخل علينا، ها تعمل ايه؟ توطي وتجري وتبوس ايده. خلاص عرفت؟ مش فاهم يا ولد، مش فاهم. ده البيه الخدام. معلش يا فندم انا اسف، شقاوة اطفال معلش. مأمور باشا سمح لك بالمقابل. شكرا يا فندم. معلش بعدين بتحاسب معاه. قال ايه؟ الباشا قال كلب ولا يسوى، بس هي الحظوظ لولا مساعدتي ليه في الانتخابات كان ما زمانوش شم ريحه البشويه. انت يا ولد اقف عدل واثبت سهلتك. ايوه كده. شايف وش البشوش ازاي؟ تعال هنا. ايوه كده. الباشا قال كلب ولا يسوى. انت يا عبده هتبقى زيه واحسن منه كمان. بيتها 19 سنين وتخش كلية الحقوق وتتخرج وزير يا عبده، وساعتها الباشا ده هتوقفه قدامك مسؤول وتدف في وشه. مش انا يا ولد، مش تدف في وشه انا. الباشا قال كلب ولا يسوى. بقول لك ايه يا عبده، لو حطوا لنا اكل ولا حاجه اياك تمد ايدك عليها وتبص ناحيته. فاهم؟ احنا مش جعانين. خلاص يا عبده فهمت؟ واثبت سهلتك. ايوه كده. وبقول لك ايه يا عبده، لو الباشا حط في ايدك فلوس لا خدها على طول، وانا هفهمه واعرفه ان سميتك على اسمي، يعني اسمك عبده المأمور. بس انا ما اسميش عبده المأمور. يا ولد اسمع الكلام كده وكده علشان نضحك على عقل الباشا. فهمني؟ خلاص فهمت؟ الباشا قال كلب ولا يسوى، بس على رأي المثل ان كان ليك عند الكلب حاجة قول له يا سيدي. ها خلاص فهمني يا عبده؟ فهمت يا سيدي. سيدي؟ وانا سيدي يا ولد؟ ده انا بقول على الباشا يا ولد. وده كان الجزء الاول من مسرحية التعليم ايام زمان، والى اللقاء في الاجزاء القادمة، وشكرا لحضراتكم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.